لكن أحمد حسن محجوب هو أحمد حسن كوكا النجم المصري الذي يتألق في سماء البرتغال. نتابع هذا التقرير الذي أعددناه بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده 22. كل عام وكوكا بألف خير. نتابع. كوكا صاروخ الكرة المصرية في أوروبا. من بين الكثير من طيور الكرة العربية المهاجرة في أوروبا نجد شابا يافعا يشق طريقه باحترافية وفي صمت. تحتفي به ملاعب العرب في هذه الحلقة لتشاركه أفراح عيد ميلاده 22. إنه الصاروخ الصاعد في سماء الكرة المصرية أحمد حسن محجوب، والمعروف بكوكا، مهاجم ريو أفي البرتغالي وعضو المنتخبين المصريين الأول والأولمبي. ولد كوكا في 5 مارس عام 1993 بالعاصمة المصرية القاهرة، وسط عائلة تعشق كرة القدم، ليجد الأجواء الملائمة لممارسة اللعبة الأشهر على مستوى العالم. ومع بلوغه سن 7 توسم أبيه فيه رغم صغر سنه، فأرسله للنادي الأهلي. تدرج كوكا في مختلف فرق الناشئين وعلى يد كبار مدربي القلعة الحمراء داخل القطاع، وتم تصعيده لفريق الشباب لتبدأ أولى خطواته نحو بلوغ الهدف في اللعب للفريق الأول، بعدما لفت أنظار الساحر البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأهلي الأسبق، ولم يكن وقتها أكمل عامه 18. وقبل أن تمهد وسائل الإعلام المصرية الطريق لظهور نجم جديد في القلعة الحمراء، اختفى اللاعب في ظروف غامضة قبل أن يظهر في البرتغال عام 2011 في واقعة أثارت أزمة كبرى وقتها داخل جدران نادي القرن في إفريقيا. وبالفعل وقع كوكا عقدا مع ريو أفي أحد أندية الوسط بالدوري البرتغالي، وشارك في أول موسم له مع أفي بالناشئين قبل أن يصعد إلى الفريق الأول في بداية عام 2012، حيث سجل كوكا أول أهدافه مع الفريق البرتغالي أمام باكوس فيريرا في سبتمبر عام 2012، وشارك في هذه المباراة كبديل في الشوط الثاني، وكانت ثالث مشاركاته مع الفريق الأول. وأنهى الموسم الأول مع ريو أفي مسجلا حضوره في 24 مباراة، استطاع خلالها إحراز 10 أهداف، منها 8 أهداف في الدوري البرتغالي وهدفين في كأس البرتغال. وهذا الموسم سجل 12 هدف مع فريقه البرتغالي، وبات على مقربة من تحطيم رقم مواطنه محمد زيدان صاحب الرقم القياسي كأكثر المحترفين المصريين تسجيلا لعدد أهداف في الدوريات الأوروبية بشكل عام، برصيد 13 هدف خلال موسم 2006-2007 مع فريق ماينز بالدوري الألماني. هكذا هو أحمد كوكا الذي يتألق هناك. كيف